لا، كان عليا نجاوب على هذا السؤال في الامتحان. زقلتو، كنت عارف الجواب وما جاوبتش، لكن في الحقيقة لا، راه ما كنتش عارف الجواب. غتقولوا دابا علاش كيدوي هذا عاود؟ انشرح لكم. هذه واحد الظاهرة اللي كتسمى بدا hindsight bias ولا I know it all along phenomenon، او بالعربية تحيز الادراك المتأخر، ولا كيف ما كنسميها انا ظاهرة كنت عارف. وكيف ما سمعتوه هي واحد الظاهرة اللي كتخليك تقول راه كنت عارف مثلا داك الحاجة غطرى من بعد ما كطرى داك الحاجة، وهاد الظاهرة غتكون هي الموضوع د هاد الفيديو. هذا المفهوم ظهر في أواخر السبعينات من بداو العلماء أو أطباء النفس بول سلوفيتش وباروخ فيشوف بدراسة كيفاش النتائج العلمية والأحداث التاريخية كتبان للناس على أنها منطقية، ولكن في الواقع كتلقى الناس ما كان عندهم حتى شي فكرة على هاد النتائج. بمجرد ما كيكتشفوا الناس أن شي حاجة راه طرات صافي كتولي عادية بالنسبة لهم. مثلا شي فرقة الكرة كدي البطولة ولا كتربح الكاس، المشجعين ديالها كتجيهم انهم راه كانوا عارفين غتربح. ولا ملي كينجح شي مترشح في الانتخابات، الناس كيجيهم داك الاحساس انهم راه كانوا عارفين داك الشخص هو اللي غيربح، حيت من السهل ان الانسان يحس بالغرور من بعد ما كيطرى الحدث. مثلا شي شخص فرنسي كتقدر تبان ليه ان فرنسا كانت باينه غدي كاس العالم من بعد ما داتو، لكن اذا رجعتي قبل ما يبدا الكاس غتلقى ما كانش كتبان ليه القضيه بحال هكاك. يعني الفطره السليمه ديال الانسان كتقدر توصف الماضي بشكل افضل من انها تنبأ بالمستقبل، او بطريقه اخرى الاحداث ديما كتبان على انها قابله للتنبؤ وكانت باينه من بعد ما كطرى، لكن في الواقع راه ما يمكنش لينا نعرفوا شنو كان غيطرى بالضبط قبل ما يطرى، سينون كلشي كان غيربح في اللوطو. دونك عرفنا دابا شنو هي هاد الظاهره ديال الهايندسايت بايس، لكن شنو كيقول علم النفس على هاد الظاهره وباش كتقدر تاثر علينا؟ في علم النفس كتسمى بدا هايندسايت بايس او تحيز الادراك المتاخر، وكيمكن يكون لهاد التحيز تاثير كبير علينا وعلى السلوك ديالنا. واحد الباحثان سميتهم دوروثي ديتريك وماتيو أولسون طلبوا من الطلاب ديال الجامعة يتنبؤوا على واش غيصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قبول الترشيح واحد المترشح ديال المحكمة العليا اللي سميتو كلارنس توماس. قبل ما يصوتوا مجلس الشيوخ توقعوا 58% من الطلاب، يعني تقريبا نص فيهم، على أنه غيتم القبول بهذا المترشح. ومن بعد ما خرجوا النتائج وتم قبول المترشح توماس فعلا، عاودوا سولوا داك الطلاب و78% منهم قالوا على انهم كانوا كيعتقدوا على ان توماس غيتقبل، بينما قبل ما يتقبل غير 58% منهم اللي كانوا توقعوا على انه غيتقبل. هاد الهايندسايت بايس كيقدر يأثر علينا نفسيا ويسبب لنا الإحساس بالندم في بزاف د الحالات. مثلا ملي كتشري شي حاجة وما كتعجبكش ولا كتاخد شي قرار في حياتك اللي كتندم عليه من بعد، هاد الهايندسايت بايس كتبقى تلعب ليك بدماغك وكتبدا تعتقد انك راك كنتي عارف داك الحاجة اللي شريتي ما كانش غتعجبك وشريتيها، ولا كنتي عارف داك القرار اللي خديتي راه قرار خاطئ لكن واخا هكاك اتخذتيه. مي في الواقع راه ما كتكونش كنتي عارف، واذا ما عقتيش بهاد القضيه وحبستي داك التفكير بسببها كتقدر تولي حاس بالندم وحاس انه راه كانت لافوت ديالك، وكتبقى تتمنى كون راك درتي حاجه اخرى في بلاصه داكشي اللي درتي، وكتمنى يرجع الوقت للور. طريقة أخرى كيقدر الهايندسايت بايس يأثر علينا بها هي كيقدر يعطينا الثقة الزائدة. مثلا شي مستثمر في الأسهم يقدر يجيه داك الإحساس دراه كان عارف هاد الأسهم غيطلعوا وهادو غيطيحوا، وفي المرة الجاية بسبب هاد الاعتقاد كيسحب ليه راه غيكون عارف عاوتاني شنو غيطرى في المستقبل ديال دوك الأسهم، وكيولي مستثمر داك الريالات اللي جامع كاملة فيهم وكيخسر في الآخر. او مثلا الهايندسايت بايس كيقدر يخلينا نلومو شي ضحيه طرات ليها شي حاجه خايبه، حيت دماغنا كيقول لنا راه كنا عارفين غيطرى ليهم داك البلان، اذا انت هما راه كان خاص يكونوا عارفين شنو غيطرى ليهم، اللي كيخلينا نلومو داك الضحيه ونقولوا ليها راه كان باين هادشي اللي هيطرى ليك وكان ممكن ليك تنبأ به، اللي في الواقع هو شيء خاطئ. هادو اللي ذكرت حالات من بين الحالات الكثيرة اللي يقدر يأثر علينا فيها في حياتنا هاد الحياز ديال الإدراك المتأخر. لكن شنو هو السبب اللي كيخلي هاد الظاهرة تطرا أصلا؟ الباحثون كيقترحوا 3 الحوايج اللي مني كتفاعل مع بعضها كتساهم في الحدود د هاد الظاهرة وكتخلينا نشوفوا الأحداث على أنه كان ممكن نتنبؤوا بها. الشيء الأول كيتسمى بالكاغنيتيف أو المعرفي، هو من الناس كيحرفوا ولا ما كيتذكروش مزيان التوقعات اللي كانت عندهم على شي حدث.
كتجيهم من الأسهل يتذكروا المعلومات اللي كتوافق مع المعرفة اللي عندهم حاليا. يعني مني الإنسان كينسى مثلا على أنه توقع هاد الفرقة غتربح، ومني كتذكروا بها كيقول لك لا أنا قلت الأخرى اللي غتربح، حيت كتبان ليه الأخرى اللي ربحت دابا، والمعلومات اللي كيتذكر في دماغه تحرفوا. الشيء الثاني كيتسمى بالميتا كوغنيتيف أو ما وراء المعرفي. هو مني كيقدروا الناس يفهموا بسهولة علاش وكيفاش شي حدث طرا، يعني كيبان لهم داك الحدث منطقي وكان باين انه غيطرا وسهل تنبأ به. الشيء الثالث كيتسمى بالموتيفيشنال او التحفيزي. هو من الناس كيعجبهم يعتقدوا ان العالم هو واحد المكان اللي بريديكتابل، يعني كيمكن تنبأ به وبالاحداث اللي كيطراو فيه، حيت من الانسان كيعتقد ان شي نتيجه حتميه وانها لابد كانت غطرا كيكون امر مريح بالنسبه ليه، يعني كتريحوا هاد القضيه. وهذا الشيء علاش كيعجبو يعتقد ان العالم مكان قابل للتنبؤ. مني كيجتمعوا هاد الاشياء وكيطراو بثلاثه بهم في شي موقف، هنا كيطرا ذا هايندسايت بايس او ظاهره كنت عارف. مني كتكون كتفرج في شي فيلم وكيوصل للنهايه ديالو وكيبان شكون هو القتال في داك الفيلم، كتقدر تسترجع الذكريات ديالك على داك الشخصيه وكيبان لك انه راك كنتي عارف هو اللي غيطلع القتال، وكانت باينه في التصرفات ديالو الى اخره، وصافي كتنوض وانت معتقد راك كنتي عارف شنو غيطرا في الفيلم. لكن في الحقيقه غالبا ما غتكونش فعلا كنتي عارف شنو غيطرا. ممكن في بعض المرات تكون فعلا كنتي عارف، لكن في اغلب الحالات غير الهايندسايت بايس اللي كيكون داير خدمته. هذا هو السبب علاش كطرا هاد الظاهره. ولكن واش كاين شي حوايج يمكن لينا نديروهم باش نواجهوها؟ كاين عده اساليب وطرق اللي نقدروا نديرو باش نحاولوا نقللوا من التاثير دهاد التحيز على الافكار والسلوك ديالنا. الباحثون كيقترحوا ان واحده من الطرق لمواجهه هاد التحيز هو نشوفوا الاشياء اللي كان ممكن انها طرا وما طراتش من خلال المراجعة الذهنية للنتائج المحتملة، أي اللي كان ممكن أنها طرا وما طراتش. كيمكن الأشخاص يكتسبوا رؤية أكثر توازنا مع الحتمية النتيجة اللي كانت واضحة. باش نوضح الطريقة أكثر، مثلا يكون عندك شي دفتر اللي كتقيد فيه ديما القرارات اللي كتاخد في حياتك. مني كتقيد الأفكار اللي جاوك والحلول والقرارات اللي اتخذتي على شي مشكل، كتقلل من نسبة الحدوث ديال هاد الظاهرة كنت عارف، حيت في بلاصة ما تبقى تقول راه كنت عارف الجواب وتخلي داك الظاهرة تلعب لك بدماغك، كترجع لداك الدفتر وكتشوف فعلا واش كنتي عارف وشنو الأفكار اللي كانوا عندك في داك الوقيته. البحوث كتشير على أنه ملي كتحاول تسترجع الذكريات ديال الأحكام والأفكار الأصلية اللي كانت عندك قبل ما تشوف النتيجة اللي خرجت في الأخر، كتعاونك في القضاء على تحيز الإدراك المتأخر. The hindsight bias I know it all along phenomenon. تحيز الإدراك المتأخر أو ظاهرة كنت عارف هو واحد الحاجة اللي مشي نادرة. هاد الظاهرة كطرا بزاف وكطرا لبزاف د الناس، وكيقدر يكون عندها اثار سلبي على طريقة التفكير ديالنا، خاصة في الاحداث اللي ديجا طرات. لكن حاول ما تخليش هاد الحياز يلعب ليك بدماغك. مني تشوف راسك وقعتي في هاد الظاهرة كنت عارف، تذكر انك راك اتخذتي القرار اللي كان هو احسن قرار في داك الوقيته على حساب المعلومات اللي كانت متوفرة لك داك الساعات، وايضا على حساب الحالة النفسية ديالك في داك الوقيته. راك درتي احسن حاجه كان ممكن تقدر ديرها كداك الشخص على حساب شكون كنتي انت او انتي داك الساعات. حيت حد ما كيقول اوكي دابا انا عندي 3 الخيارات، اجي نختار اكفس واحد فيهم ولا تاني افضل واحد في هاد 3 الخيارات. لا، حنا ديما كنحاولوا اكثر ما في جهدنا باش نتخذوا افضل قرار على حساب الحاله ديالنا والمعلومات اللي متوفره لينا في داك الوقيته. اذا ما كاين علاش تندم او تندمي على شي قرار اتخذتيه. عمر ما يمكن لنا نتخلصوا من الشك، يمكن لنا بطبيعة الحال نتعلموا ونستافدوا من القرارات السابقة ديالنا والنتائج اللي خرجت بسببها، ولكن صافي حد هنا، هادشي اللي كاين لا أكثر. نبقاو ندموا ونتمناو أنه كون درنا شي حاجة مختلفة ما كتعاوننا في والو وغير كتسبب لنا توترات عاطفية اللي غير ضرورية وما كتزيدنا إلا المعاناة. مني تحس براسك دخلتي في ظاهرة كنت عارف وكان عليا، قطع داك الطريقة ديال التفكير وحبسها في البداية ديالها. شكرا على المشاهدة.